فيديوهات كتير هتطلع تقول لك ان الاي اي هيقضي على مجال شغلك. هيقول لك ان الاي اي هيقضي على المونترين وبتوع الجرافيك والديزاين. هيقولوا لك ان الاي اي دلوقتي بقى هو بيكتب كونتنت وبقى يكتب محتوى. هيقولوا لك ان الاي اي بيعمل فيديوهات وبيعمل صور. هيقولوا لك ان الذكاء الاصطناعي هيقسمك في لقمة عيشك ويمكن يلغيها. ومن ده هتلاقي فيديوهات كتير. بس انا هنا يا برو جاي اطمنك، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مش بس هتقضي على بعض الوظائف، لا دي هتقضي على آدميتنا اصلا. هتحولنا لشوية روبوتس، كل اللي نقدر نعمله ان احنا ننفذ الاوامر وبس. النهاردة هندي لمحة بسيطة ان ازاي التكنولوجيا هتسيطر على حكم الشعوب. في بلاد كتيرة نظم الحكم اللي فيها، لا نظم ايه؟ نظام الحكم اللي فيها، لان هو لا يقبل بالتعددية ولا يقبل انه ما يكونش موجود في الحكم. مش دي قصتها. نظام الحكم اللي موجود في بعض الدول ديت بيكون هو بابا وهو ماما وهو اللي عارف كل شيء، هو اللي شايف كل شيء وهو المتحكم في كل شيء. النهاردة هنتكلم عن المارد الأحمر. لا المارد الأحمر ده في قلبي. هنتكلم عن التنين الأحمر. هنتكلم عن الصين. الصين يا أصدقائي سنة 2014 أعلنت عن نظام جديد اسمه سوشيال كريدت سيستم أو نظام التقييم الاجتماعي، وأعلنت في الوقت دوت إنها هتفضل تطور فيه لغاية ما النظام دوت يشمل كل جوانب الحياة. الصين عشان تدخل هذا السيستم او هذا المعترك الجديد بقى عندها 200 مليون كاميرات بمستشعرات وجه وحركة. وعلشان تبقوا فاهمين بس الرقم دوت ازيد بحاجة بسيطة من نص الكاميرات اللي موجودة على باقي الكوكب. شبكة التواصل الاجتماعي بتاعتهم متراقبة بالكامل، وبيعملوا بيها بقى تقريبا كل حاجة عندهم، تواصل، اخبار، صور، احتفالات، دفع الكتروني، بيع وشراء، كل حاجة. في الصين فكرة الحاكم هو الاله مسيطر عليهم ومن زمان. ويمكن علشان بس تبقوا معايا في الفكرة ديت ممكن نرجع لورا، بس مش هنرجع لورا كتير، هنرجع لسنة 1921 بس. 1921 ده تاريخ فارق في تاريخ الصين، لان دوت كان بداية انشاء الحزب الشيوعي اللي بقى حاكم من فترة هنتكلم. بس بداية تأسيسه كانت نقطة فارقة في تاريخ الصين. الحزب هو شيوعي اشتراكي طبعا، لكنه اشتراكي متطرف لدرجة انه كان بيعلي على الاشتراكيين الموجودين في روسيا اللي انشأوا الاشتراكية اصلا. وفي سنة 49 وصل للحكم، واللي كان بيحكم في هذا التوقيت ماو العظيم. ماو كان عنده فكرة السيطرة المطلقة، الحاكم الإله. ماو في مرة حب كده يعرف مين الناس اللي معارضين بس عاملين ان هم موافقين، يعني عاملين ان هم معاه، بس عايز يعني يشوف من الناس اللي حواليه مين معارضين. انتوا عارفين هناك في الصين في الحزب الاشتراكي محدش كان يقدر يهمس انه معارض، فهو شك ان يكون في ناس اللي هو من جواهم مش حابين الحزب قوي وجواهم في بذرة معارضة، فعمل فكرة جامدة جدا. في مايو 1956 عمل حملة اسمها حملة تلميذ زهرة، دعا الزهور تتفتح وللجميع حرية انتقاد الحزب الشيوعي في العلن. وده لان ماو في الوقت دوت شاف ان التعددية والديمقراطية هي الحل. بهزر طبعا. بس اللي اقدر اقوله لكم ان النتيجة بتاعة الفكرة والحملة اللي هو عملها كان مقتل مليون معارض بس. ودي نبذة صغيرة. ممكن احكي لكم حاجة تاني علشان بس تعرفوا الهوس بتاع الحاكم الاله اللي موجود عند حكام الصين. الصين في الفترة اللي انا بكلمكم فيها دي قررت ان يكون الانتاج القومي بالكامل عبارة عن حاجتين، قمح وصلب.
فبقى نص الشعب عمال ونص الشعب مزارعين. كانوا بيشتغلوا من الفجر للمغرب كل يوم، وكان بيراقبهم كادر من الحزب. كادر الحزب دوت مهمته انه يراقب العمل ومعدلات الانتاج وبيديهم نقاط. اللي بيقوم بشغله على اكمل وجه خلال الفترة بتاعت العمل بياخد 250 جرام من الاكل، وباقي الانتاج بالكامل اللي المزارعين او العمال ده بيعملوه بيروح للحكومة. لدرجة ان سنة 1958 بدأت المجاعة الكبرى اللي موجودة في الصين تظهر، والفلاحين والعمال بدأوا ينزحوا من المدن الصغيرة عايزين يروحوا للمدن الكبيرة، عايزين يروحوا للعاصمة. فالجيش حاصر المدن وقام مرجع الفلاحين تاني للمدن بتاعتهم وقال لهم موتوا هناك، المهم ان النظام ما يبص. في الوقت دوت كان في العالم منتشر كتير جدا على ان ماو ديكتاتور بيحكم الصين، لكن فرانسوا ميتران زاروا في الصين وشاف قد ايه البلد عايشة في رخاء، وان الناس بيحبوا التراب اللي بيمشي عليه الزعيم المفدى ماو، ورجع قال انه رجل عظيم. وطبقا لمعدلات التنمية اللي موجودة في الصين فالراجل دوت عامل طفرة في تاريخ الصين. مع العلم بس ان عم فرانسوا نسي حاجة بسيطة جدا، ان في الوقت ده تقريبا حصل مجاعة، والمجاعة دي موتت 55 مليون بني ادم بس. فاحنا هنا عرفنا ان فكرة مراقبة حد من الحزب على الناس وهي بتشتغل وانه يديهم نقاط ده كان موجود في فكر الحاكم الصيني من زمان. فلما جات لهم بقى التكنولوجيا قدروا يعملوا الموضوع دوت في النظام اللي قلت لكم عليه، نظام التقييم الاجتماعي. وفي نظام التقييم الاجتماعي كل بني آدم موجود على أرض الصين بياخد 1000 نقطة، تكسب بقى عليهم تخسر منهم انت وشطارتك. كل حاجة بتعملها كبني آدم هي بتاخد عليها نقط او بتخصم منك نقاط، وكل حاجة داخل السيستم. تاريخك المرضي، معاملاتك البنكية، أنشطتك الاجتماعية، مدى التزامك بالقوانين والتعليمات، علاقتك بأهلك وجيرانك، عمليات الشراء المباشر والأونلاين، كافة معاملاتك الحكومية. ويمكن علشان نفهم أكتر ال1000 نقطة دول بيتعمل بيهم إيه هقول لكم. أكتر من 1000 نقطة فأنت مواطن مثالي، ليك الحق في العلاج، وليك الحق في وظائف حكومية، وليك الحق في حجوزات الفنادق والمواصلات والقروض طبعا. من 950 نقطة ل1000 نقطة فأنت مواطن ممتاز. ولادك ليهم الحق في إن هم يدخلوا المدارس، ليهم الحق في التعليم، وليك الحق في بعض الوظائف، وليك الحق في بعض الحاجات الترفيهية اللي بتقدمها الحكومة الصينية. التصنيف ب أو جيد أو أقل من ممتاز. هنا بقى بيبدأ يتعلم عليك، تبدأ تحضر محاضرات كتيرة على إنك إزاي تقدر توصل لمرتبة ممتاز أو المثالي. اللي بيديك المحاضرات ديت الكوادر بتوع الحزب، والتقييم دوت ما بيترفعش عنك غير بعد 2 سنين. لكن دوت مش كل المشكلة، المشكلة في التصنيف اللي بعده سي. هتحضر مقابلات شخصية مع كوادر الحزب، محاضرات بكثافة واستجوابات في بعض الأحيان، وطبعا مفيش وظائف، وطبعا تصنيف دوت مش هيترفع غير بعد 3 سنين. جينا بقى للخطر الحقيقي، تصنيف دي. انت في نظر الحكومة شخص خطر، انت محظور من اي تعامل حكومي معاك، بيتم نشر بياناتك في كل حتة عشان محدش كمان من الشعب يتعامل معاك، بتخسر كل وظائفك، وطبعا مفيش حجوزات لفنادق، ومفيش ركوب مواصلات، ومفيش وظائف، ومفيش تعليم لأهلك ولا لأولادك. وتقدر توصل للتصنيف دي ده بكل بساطة، بس غلطة واحدة في نظر الحكومة وتبقى في التصنيف دي. نظام النقط اللي الصين عاملاه كل هدفها ان انت تكون مواطن صالح، مواطن صالح تجاه الحكومة وبس. انت عبارة عن ترس في مكنة الدولة الكبيرة، وده طبعا بعيدا عن كونك اصلا بني ادم ليك رأي وليك دين وليك تفكير وليك عادات اجتماعية. لا، انت ترس.
ويعني مثلا هتكسب 10 نقط كده لو رجعت فلوس كانت ضايعة، فلوس حكومية كانت ضايعة ورجعتها للحكومة هتكسب 10 نقط بحالها. لكن لو نشرت أخبار سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي هتخسر 50 نقطة. لكن لو قلت الأخبار السلبية دي بينك وبين حد في رسالة خاصة هتخسر 30 بس. وهنا أنا مش بتكلم عن الأخبار الكاذبة، بتكلم عن الأخبار السلبية. لو بلغت بقى عن حد عامل مخالفة قانونية هتاخد 10 نقط. ولو بلغت معلومات عن جيرانك وساعدت الحزب في تجميع المعلومات هتاخد 3 نقط. ولو ساعدت الحزب في حل مشكلة هتاخد 10 نقط بحالهم. لكن تحضر اجتماع علمي بلا تصريح يتخصم منك 50 نقطة. ولو كنت مواطن صالح وشريف وتبرعت للحكومة بأعضائك بلا مقابل مالي تاخد 100 نقطة بحالهم. الولاء يعني أنك مواطن صالح، الولاء فقط. تفتكروا يا أصدقائي، تفتكروا ممكن نظام التقييم الاجتماعي ده يتطبق عندنا في الوطن العربي؟ تفتكروا لو اتطبق في الوطن العربي هيتطبق في أنهي دولة الأول؟ تفتكروا لو اتطبق بشكله الحالي اللي موجود في الصين بلا أي تعديل هيناسبنا كمواطنين عرب؟ تفتكروا ده ممكن يحصل هنا؟ محتاج إجابة على الأسئلة ديت في الرسائل، في الكومنتات، ودايما كل المفيد في كلام علام.